السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الحمام البخارة. الحمام البخارة والحمام النمس هم ملوك حمام الزينة، ملوك حمام الزينة. مهما سعر الحمامة دي وقع ما بتطولش وبترفع تاني. تمام يا جماعة؟ طيب هنا اللي عايز أوصله لك إن الحمام البخارة ليه سعره ماسك نفسه؟ عشان خاطر فرخه صعب. هو يا ابو هاجر مش زيه زي اي حمام، لا، الحمام البخارة مشهور ان هو بيروق بيض، ليه بيروق بيض؟ عشان ليه طريقة فرخ معينة. افضل طريقة فرخ الحمام البخارة هو انك تفرخه على السايب. تمام، تفرخه على السايب هينتج معاك ويبقى زي الفل. والافضل تقص له الكريست زي ما انت شايف كده، وتقص له البورنيطة، وتقص له الشراب بتاعه، وتقص له يعني تسيب 5 سم في الديل. تمام كده، وتبتدي ان انت تلاقيهم على الارض. واحد يقول لي طب انا عندي عيون كبيره، هقول له والله العظيم ما تتعبش نفسك. يعني عيون كبيره يعني انت كده بتلعب قمار، يعني وارد يخصب وارد لا. افضل طريقه فرخناها للحمام البخارة هو على السايب، بينتج معاك احلى انتاج وربنا هيرضيك فيه ان شاء الله. تمام، وخد بالك هو ممكن يزق، بس احنا الافضل ان احنا نخليه يبيض بس ونحضن بيضه. تمام كده، وتحضير البيض بتاعه تحت زواجل حجم كويس وصدر عريض، او تحت حمام هجين. تمام، المهم يكون الحمام زقيق وصدره عريض وانت واثق فيه، هيفرق معاك 10 على 10. لكن الحمام البخارة حمامه كويسه جدا وماسكه سعر دبل كريست، حتى الالوان الساده